كان آدم ماشي في الشارع تحت المطر، هدومه مبهدلة وجيوبه فاضية، بس عيونه فيها لمعة أمل. الدنيا كانت هادية بشكل يخوف، لحد ما عربية سوداء بتقف قدامه فجأة. الباب بيتفتح لوحده وبدون ما يحس، كل حاجة بتسود حواليه. صحى بعدها في فيلا فخمة جدا، سقفها مرسوم، ريحة المكان غريبة. وهو بيقوم دخلت عليه ليان، لبسها أنيق، خطواتها هادية، نظراتها فيها دفء بس فيها حاجة مش مريحة. وراها دخلت تاليا، عكسها تماما، مبتسمة، جريئة، عيونها بتضحك، لكنها بتراقب آدم كأنها بتحلل روحه. ليان، كنا مستنيينك، متأخرتش. آدم مرتبك، انتوا مين؟ أنا فين؟ اللي حصل؟ تاليا، أنت في بيتك الجديد، أو يمكن أبرك، على حسب اختياراتك. وفجأة نور القصر يطفي، الباب يتقفل بقوة، صوت خطوات على السلم، حاجة ماشية فوق، بس مفيش حد بيظهر. آدم بيبدأ يحس إن القصر فيه سر، كل غرفة بيدخلها بيشوف ذكريات مش بتاعته. وبيبدأ يكتشف إن ليان وتاليا مش بشر عاديين، وإنه مش جاي هنا صدفة، وإن فيه قوة جواه هم عايزين يوقظوها، بس كل واحدة منهم لها سبب مختلف. ليان عايزة تحميه لأنها شافته في حلم من قبل ما يتقابلوا. تاليا عايزة تستخدمه علشان تفتح بوابة ممنوعة في القصر. وفي وسط كل ده آدم بيبدأ يقع في حب ليان، بس تاليا مش هتسمح بده يحصل بسهولة. استنى الجزء التاني.